البنات المقبلات على الزواج، هذا الفيديو لكن أنا طشلال وهذا حسابي. وأنا بصراحة اليوم كنت قاعد أسمع الزفة حق أيوب طارش اللي غناها مع فنانة ما أدري إيش اسمها، صراحة صوتها جدا جميل، اللي يعرف اسمها يكتب لي بالتعليقات. وأنا أسمع هذه الزفة وقلبي يتشهجن. لاحظت إن هي مش مجرد زفة تساعد على نجاح الأفراح وإن هي طربية وفرائحية، لاحظت إن هي كمان تحتوي على نصائح لكل بنت مقبلة على الزواج، بحيث إن هي تصير زوجة صالحة وسعيدة بنفس الوقت. فإيش النصائح هذه؟ لما قالوا بنياتي لا تغضبي وأحذري ميل اللسان، يعني لا تبالغش بالغضب ولا ترفعي صوتك، واحذري ان لسانك تميل وتنطق بالخطأ، تغلطي على زوجك او على اهله، وهذا الشيء بيحسن علاقتك مع زوجك ومع اهله ويخليك انسانه ايش؟ سعيده، نظرا لانه الكل بيحترمك ويعاملك زين لانك محترمه. اللي بعده لا تغضبي وأحذري ميل اللسان. اللي بعده كما الحذر أن تلعبي بالسر فإن السر مصان. الأسرار اللي بينك انت وزوجك ما تطلع لأحد، ومشاكلكم الشخصية تحلوها بينكم البين، ما فيش داعي ان انت تشتغلي مع وكالة الأنباء وتخبري الكل. إذا حليتم مشاكلكم بينكم البين صدقوني بتصيروا أسعد وبتصيروا أكثر تفاهم والمشاكل تنتهي. كما الحذر أن تلعبي بالسر فإن السر مصان. أهل غريبين كما يحب بدر الزمان. حب زوجك واحترميه، وأهله كمان احترميهم وقدريهم كما يحب بدر الزمان، وبالتالي هذا يكثف الروابط الأسرية بينكم ويخليكم طول العمر سعداء. حبي وأهل قربي كما يحب بدر الزمان. حسنك جمال شلي حميدة الخصال. شوفي محلاكي ما شاء الله جميلة وأنيقة سبحان الله والملاحة والتحافة، ولكن لو تزيدي على هذا الجمال إيش؟ أخلاق حسنة بيكتمل الجمال، زي ما البدر لما يكون نص وبعدين يكتمل ويشع الأرض بنوره، وانت تشعي الأسرة بأخلاقك وتعاملك وصفاتك اللي هي يعني تعكس المرأة المسلمة والعربية الأصيلة. شلي حبيبي